اهلا بيكم في عالم الجيمنج، المكان اللي فيه الالعاب بتاخدنا لعالم تاني مليان اثارة وتشويق. ولو انت من محبي الجيمنج وعايز تخلي لحظاتك تتشاف على الشاشة باحلى صورة وباحسن جودة، فانت في المكان الصح. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تمنتج محتوى الجيمنج بتاعك وتخليه احترافي. هنكشف اسرار المونتاج ونوريك ازاي تحول اللقطات العادية لمشاهد تشد المشاهدين وتجذب الملايين من الناس. جهزوا نفسكم لاكتشاف الادوات والتقنيات اللي هتخليكم كويسين جدا في مونتاج الجيمنج. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن مونتاج الالعاب على كاب كات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش انك تعمل لي لايك وشير سبسكرايب، وكمان انك تعمل لي فولو على انستجرام. ولو انت عندك افكار محتوى فهتلاقي تحت في وصف الفيديو فورم تقدر انك تكتب فيها فكرة الفيديو بتاعتك. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو. اول واهم حاجه لازم تعرفها وهي ان فيديوهات الجيمنج لازم يكون من ضمن محتوياتها الميمز. عشان كده جبت لك موقع كويس جدا تقدر انك من عليه تجيب كل الميمز اللي انت عايزها حرفيا، والموقع ده اسمه جرين سكرين ميمز. كل اللي انت هتعمله عشان تحمل ميم ان انت هتدخل على الموقع وتكتب اي حاجه انت عايزها في السيرش بوكس اللي هو فوق، بعد كده تدوس انتر. بعد كده هتقوم منزلها من الايكون دي، وبعد كده هتجيبها عندك في برنامج المونتاج. انا مثلا حملت الميم ده، وكل اللي انا عملته ان انا حطيته عندي في برنامج المونتاج. تعمل تكست لاير عادية، من هنا هتدوس على كلمة تكست، بعديها ديفولت تكست هتدوس على علامة الزائد دي، هتلاقيها اتحطت عندك كده. مثلا ممكن نكتب اي حاجة، يعني مثلا ممكن نكتب زياد تاسك، وبعديها نختار الفونت اللي عجبنا. مثلا انا هختار الفونت ده، كبرها كده شوية. ودلوقتي انا هقولك كده حاجه اضافيه مني تقدر ان انت تعملها للتكست. ولو انت عايز ان انت تعمل سكيب للجزئيه دي فتقدر ان انت تروح للثانيه او للدقيقه اللي ظاهره لك دلوقتي. والاعدادات اللي انا بحب اعملها للتكست عندي هي ان انا اضيف اول حاجه ستروك، وكمان ان انا اضيف شادو. دلوقتي هوريك الاعدادات بتاعتي. عشان بقى نعدل التعديلات اللي انا بقولك عليها، كل اللي احنا هنعمله هو ان احنا نعدل على الستروك. ازاي؟ هنخلي الستروك بدل ما هو 40 هنخليه 7. حلو، بس اعتقد ان احنا ممكن نزوده لان هتخليه 40، يعني نقصوا 5 بس. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. تمام. والاوباسيتي بتاعت الشادو هتخليها 100%، والبلورنس او يعني كده البلور يعني هتخليها 0. والانجل هتنزلها -30، هتخليها -30. وبعدها الديستانس هترجعها بالشكل ده. طبعا بقى انا هختار الوان الهوية البصرية، ودي حاجة مهمة جدا، يعني انت لازم يكون عندك هوية بصرية خاصة بقناتك. وانا هعمل يعني فيديو كامل عن الموضوع ده لانه مهم جدا، واغلب الناس يعني مش بتهتم بيه. تمام. المهم يعني احنا كده مثلا وكل اللي انت هتعمله هو ان انت تختار لون اغمق من الستروك. يعني مثلا لو الستروك لونه احمر فاتح فهتخليها لونه كده اغمق شوية، هتزود الديستانس شويتين كده، وبكده هيكون ده شكل التكست معاك. ودلوقتي انا هوريهولك شكله بالعربي. ودلوقتي بقى هنشرح ازاي ان انت تعمل الانيميشن اللي انا قلت عليه. وكل اللي انت هتعمله هو ان انت تروح لكلمة انيميشن، وبعديها تختار بقى الافكت اللي هو الافكت ده. والافكت ده كويس جدا بالنسبه لي، وحاسه ان هو مناسب جدا مع محتوى الجيمنج. ولو انت مش عاجبك الافكت ده فهتلاقي انيميشنز كتير قوي 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 حرفيا على كاب كات تقدر ان انت تستخدمها جاهزه. وتقدر برضه ان انت تعمل حاجه مخصصه ليك عن طريق التكست، وتروح لكلمه يعني تروح لكلمه ترانسفورم، وتظبط بقى سواء ان انت مثلا تخلي التكست يطلع او ان هو يطلع من تحت لفوق، ايا كان اللي انت عايزه. ظبط انت الانيميشن، بس ده بالنسبه لي هو احسن حاجه. وبرضه تقدر ان انت تجرب انيميشنز كتير. وعشان تقدر ان انت تعمله هتجيب نفس التكست لاير اللي احنا استخدمناها في الاول، بس هنشيل من عليها الافكت. وبعدها هنروح لكلمه لوب، بعدها هنروح للافكت اللي هو ووبل 3. وبالشكل ده انت هتكون عملت تقدر ان انت تزود السرعه شويه او ان انت تبطئها. يعني انا بحبها تكون بطيئه جدا، او تكون قصدي سريعه جدا، بس يعني ممكن تقدر ان انت تخليها يعني ثانيه واحده بس
تخليها سنتين ايا كان اللي انت عايزه. المهم ان انت تخليه متناسق زي ما انت عايز. ولعلمك الافكت ده في يوتيوبرز كتير جدا بيستخدموه، منهم فياض الكندي وناس كتير قوي 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 بيستخدموه. ويعني حتى ناس انا بتابعهم مثلا زي ايه 7K edit، والقناه دي يعني كويسه جدا لو انت لسه داخل مجال المونتاج. المهم هو ده الافكت. ودلوقتي هنتكلم عن ازاي تعمل الافكت ده على الفيس كام زي اليوتيوبرز. اول حاجه هنعملها هي ان احنا نروح لكلمه ماسك، بعد كده هنختار علامه سيركل، وبعديها هنعمل الصوره على قد الوش بالظبط. يعني انا ايه هقعد اعملها، انا اخليها متناسقه كده مثلا بالشكل ده. طبعا انت هتقول ان هي كبيره وان هي كمان مكانها مش مناسب تماما يعني. فكل اللي احنا هنعمله هي ان احنا كل اللي احنا هنعمله هو ان احنا نروح لكلمه ترانسفورم، ونظبط السكيل زي ما احنا عايزين، ونظبط البوزيشن زي ما احنا عايزين. اول حاجه وهي ان انت تعمل كت عند الحته اللي انت عايز تعمل عندها الافكت، وبعديها تضيف اي خلفيه انت عايزها. طبعا ما ينفعش ان هي تبقى بالشكل ده يعني. هنقلل الاوباسيتي بتاعها مثلا كده، تمام. ودلوقتي كل اللي احنا هنعمله هو ان احنا نضيف الافكت، وبكده انت تكون عملت الافكت. كل اللي انت هتعمله هو ان انت تروح لكلمه نايت كلاب دي، وهتختار افكت فايبريشن فلاش، هتحطه كده هنا كده، ان احنا نقلله شويه، وبقى تحطه بين يعني بين الفيديوهين. يعني انت مثلا انت عايز تحطه في الحته دي، في الجزئيه دي اللي هي منوره دي، فكل اللي انت تعمله هو ان انت تحطه هنا. تمام تمام. وهنزود شويه السترينث، يعني ان هي تكون اقوى. تمام. والجلو نقلله، الرينج نزوده، سبيد نقللها. سبيد مش لازم نعملها يعني، مناسبة قوي. وهيطلع معانا بالشكل ده. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، لانهم بيدعموا القناة جدا وبينشروا المحتوى ده. وبس كده، سلام.